السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض البفتيك الكداب. البفتيك هو كداب بس مش كداب قوي يعني. تمام. احنا يعني متعودين ان البفتيك دوت بنروح عند الجزار وبنقطع حاجة معينة ويقطعها لنا كده ويفضل يتدب عليها بالساطور. لا، النهارده جبنا لحمة مفرومة. انا جايبة نص كيلو، ومعلقه ملح، معلقه فلفل اسود، وعندي بصلتين متوسطين الحجم. الاول احنا بنقلبهم كده كويس. تمام. وبجيب عندي بصلتين متوسطين الحجم مبشورين، عليهم معلقه فلفل ومعلقه ملح، وبقلبهم كويس قوي. طبعا بيعزز من طعم اللحمه. وبقلبهم، وبعدين بنزل بايدي كده فرسهم في بعض كويس قوي عشان يتشربوا من الطعم. بضيفهم عليهم بيضايه ومعلقتين بقسماط بايدي كده، وبجمع العجينه كلها في بعضها وبلمها في ايدي كويس قوي. شايفين حبايبي؟ بحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق ربع ساعة لما اجهز الحاجة بتاعتي. ده الغلاف حبايبي اللي انا هسقط فيه البفتيك بتاعي. معلقتين دقيق مع معلقة نشا ونص كوباية مية، بيديني سائل جميل كده خفيف وحلو، ما بيبقاش تقيل عشان ما يدينيش طعم قرمشة اما يجي يتقلي في الزيت. ومعلقة برضو ملح، معلقة فلفل اسود صغيرة، احطهم في طبق كبير عشان اما اجي اغمس وكده يبقى معايا مرتاح. وبعدين بطلع اللحمه بتاعتي من التلاجة وبكورها كور صغيره كده في حجم البيضه، وبجيب كيس وافرده واحطها حبايبي كده وابططها بايدي وافردها، بتبقى بالظبط زي اللي بتيجي من عند الجزار. وبفرد في الصينيه بتاعتي يبقى تحتها كيس وكمان فوقها كيس، وخلي شغلنا كله بالاكياس عشان تبقى فاصل بين كل واحده والتانيه ما يلزقوش في بعض. وبجيب المعجون بتاعي اللي انا عملته من التلاجة وعلى البقسماط بالكيس كده وبكل نظافة وبكل شياكة، ونفضهم البقسماط كويس قوي. تمام. شوفوا حبايبي، وعلى الكيس برضو بفرده. كل شغلنا بيبقى على الاكياس اهو. تاخدي من المعجون وتحطي في البقسماط وتفردي. تمام. ويلا بينا نقليه مع بعض. خلي الزيت بتاعي على نار متوسطة وبقلي، بحاول ما اخليش يعني ما اخليهمش متلزقين في بعض. 2 3 ما بياخدش دقايق وبتقلي بسرعة. شوفوا بيحمر ازاي وبقى لونه ذهبي وجميل. وهعمل حبة كمان بطريقة تانية، يعني نصهم كده ونصهم كده. هنشوف الطريقة التانية مع بعض، وانتي بقى الطريقة اللي تعجبك تعملي بيها. عندي هنا بيضتين، وعندي كمان عارفين حبايبي الشيتوز او السناكس بتاع الولاد اللي بيقرمشوه دوت، انا بجيبه وبفرمه. بطلع من البيت كده على الشيتوز، اغمسها في البيض واطلع على الشيتوز. شايفين حبايبي لونها جميل ازاي؟ حاجة في منتهى الجمال بصراحة. شوفوا بعد ما عملناهم بقى شكلهم لذيذ ازاي. ده قبل ما يتقلي في الزيت. هنيجي دلوقتي ننزل بيه في الزيت حبايبي ونطلعه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى الجمال والحلاوة. البفتيك بالطريقه الاولى حبايبي هيديني نتيجه البفتيك باللون البني، ده هيديني النتيجه باللون الذهبي. وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم في وصفه جديده واكله جديده، واشوفكم على خير ان شاء الله.